السلام عليكم، وياكم كادر مركز المهندس. اليوم عندنا هاي جيب جراند شيروكي 2019 خليجيه. طبعا السياره وصلتنا بها صوت المحرك بهاي الصفحه. قبل لا نفتح شخصنا الخلل انه يكون يا اما بالكام شيفت يا اما بالليفتر. من بعد ما فتحنا لقينا اكو تلف بالكام شيفت. اذا تلاحظوا هاي المنطقه شلون متاكله كلها، في حين يفترض انه تكون نفس هاي الشاكله. طبعا المسبب لهذا التاكل هو هذا الليفتر. اذا تلاحظون هذا البولبرن سليم وهذا البولبرن فالت ما موجود. هذا اثناء ما لامس هاي المنطقه ظل قاعد على عواج ويحتك به اثناء ما الكام شيفت يدور، ادى الى تاكل بالكام شيفت. وايضا هذا المسبب لتاكله او فقدان احد البولبرنات مالته هو هذا البطل اللي كان موجود اسفله مكسور، صاير قطعتين، خلى هذا الليفتر يدقر على صفحه ويسبب تاكل بالكام شيفت. طبعا تبدل كام شيفت مال 2022، كذلك تبدل انتم ليفترات مع البطل التالف ايضا. حاليا احنا بصدد تقفيل المحرك، كملنا اجراءات السنتر مالتها ان شاء الله باذن رب العالمين. من راح نكمل راح نشغلها ونشوفكم صوت المحرك. السلام عليكم، رجعنا لكم بهاي الجيب جراند شيروكي 2019 اللي سبق وبلغناكم بدايه الفيديو بانه شلون بها صوت المحرك بسبب تاكل الكام شيفت. طبعا السبب الرئيسي يرجع لاستخدام زيوت سيئه. اذا تلاحظون ايضا هذا الليفتر شلون متاكل صفحه من البولبرنات مالته، وايضا هذا البطل اللي ينطي نبضه للليفتر لاحظوا شلون مكسور، صاير قطعتين. حاليا بفضل رب العالمين توفيقه بعد استبدال الكام شيفت والليفترات اللي كان بيها نسبه تلف، حاليا بفضل رب العالمين توفيقه المحرك مشتغل وما بي اي اهتزاز فايبريشن او صوت. كذلك حاليا المراوح مشتغله، برمجناها على 3 درجات بدلا ان تشتغل على 108 106، حاليا مشتغله على 93. اذا تلاحظون رمى المحرك شلون مستقره على الخط الثاني اللي هو عاده 93 او 94. كذلك انفتحت فصلة الار بي ام، وايضا السرعه كانت مقفوله على 206، فتحناها ل 260 طلب من صاحبها. وايضا عالجنا موضوع الادفانس اللي يحدث بين سرعه 60 الى 80. تحياتي.